بركان غابت عنها بعض جماهير دكالة، واللوم والعتاب طال إدارة الفريق التي ما زالت تتخبط في عدة مشاكل، آخرها مطالبة المدرب الحالي طارق مصطفى برسميته داخل الفريق. وفي أجواء التنافس الدفاع الحسن الجديدي طمأن جماهيره بأول انتصار في مرحلة الإياب على حساب نهضة بركان. الأخير دخل قويا بأول تهديد حمل بصمة اللاعب قادر فال. رد الدفاع سيأتي سريعا بتمريرة جميلة من زكريا حدراف في اتجاه أسامة الغريب الذي سدد الكرة فوق المرمى. فريق نهضة بركان الذي حصن دفاعه واعتمد على الهجمات المضادة كاد أن يحرز التقدم في الدقيقة 17، لكن الحظ كان سيد الموقف بعد أن تصدى القائم الأيسر لكرة قادر فال في المرة الأولى، ونجح بعدها أجردوم في إحباط المهمة في المرة الثانية. وفي غفلة من الجميع سينجح الدفاع الحسن الجديدي في تسجيل الهدف الأول بواسطة اللاعب أيوب نناح الذي استغل جيدا خطأ فادحا للحارس المرابط. الشوط الأول الذي دانت فيه السيطرة للدفاع الحسن الجديدي بهدف نظيف انتهى على وقع إصابة بليغة للاعب عادل صعصع الذي نقل على وجه السرعة إلى المستشفى لتلقي الإسعافات الأولية. خلال الشوط الثاني يستمر الدفاع الحسن الجديدي في بحثه الجاد عن تأمين النتيجة، إذ كاد اللاعب أيوب نناح أن يضيف الهدف الثاني. وفي الجانب الآخر رأسية لحسن أخميس كادت أن تباغت الحارس زهير العروبي. التغييرات التي قام بها مدرب الفريق الجديد طارق مصطفى منحت نهجا دفاعيا ساعد نهضة بركان في الضغط أكثر على مرمى زهير العروبي، وكادت في أكثر من مناسبة أن تدرك التعادل لتستنفذ بعدها دقائق المواجهة وتنتهي معلنة فوز الدفاع الحسن الجديد على نهضة بركان بهدف دون مقابل. المقابله كانت بالنسبه لنا 3 نقط مهمين جدا، نبص لقدام زي ما بقول لعيبتي. بشكر اللعيبه، بشكر الجمهور اللي حضر بشكل كبير جدا. يمكن المباراه ما بتيجي بعد توقف دوري فبتعاني، فالحمد لله يمكن احنا اتضغطنا شويه في الشوط الثاني، ولكن الحمد لله طلعنا بالثلاث نقاط زي ما احنا عايزين. ببارك للعيبه كمان مره وللجهاز الفني وللاداره وللجمهور، وبتمنى التوفيق ان شاء الله الفتره الجايه، لان الفتره الجايه صعبه جدا، المباريات كلها صعبه. اتمنى المسانده ان شاء الله تكون موجوده زي ما كانت موجوده النهارده. نعم، تابعنا الإصابة ديال عادل صعصع، أيضا الإصابة ديال ياسين الصالحي